بسم الله الرحمن الرحيم. عشنا هذا اليوم مباريات في الصباح، عشنا الإقصائيات تأهلت فيها تنوية المنجات الإعدادية إلى دور الربع، وهي المقابلة التي انتصرت فيها تنوية المنجات الإعدادية بصعوبة، يعني بعد مقابلة صعبة جدا مع الممثل جهة بني ملال. فالآن تنوية منجات الإعدادية في نصف نهاية البطولة الوطنية المدرسية لكرة اليد إناث. وبهذه المناسبة كنشكر كل القائمين على هذا الفريق، كنشكر الأستاذ حمادي السلوافي، الأستاذة مريم، الأستاذة إلهام، وكل من ساهم في إعداد هذا الفريق. كما أشكر مديرية إفران على التنظيم، وعلى هذا التنظيم الجيد، وعلى هذا التنظيم المحكم، ونتمنى للمباريات القادمة التوفيق لمؤسستنا، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله. أنا فاطمة زهرة مجبر، جيت مع الفريق ديالي باش نمثلوا جهة فاس مكناس في البطولة الوطنية اللي منظمينها في مدينة إفران. احنا اليوم الحمد لله تأهلنا لنصف النهائي بالفضل ديال جميع الاساتذه اللي كانوا بالجانب ديالنا، واستاذه مريم كيرجع لها فضل كبير في هذا الفوز. حنا فرحانين بزاف، وكنوجه تحيه كبيره للكارديان ديالنا اللي وقفت معايا بزاف، وانا وياها كنا درنا وعد من البطوله الوطنيه ديال العام اللي فات اننا هذه البطوله ان شاء الله غنديروا كل ما في جهدنا باش نكونوا حنا الاولين، وان شاء الله ما يكون غير الخير. وشكرا لكم بزاف. السلام عليكم، انا وئام معالج، جيت من مدينه مكناس. انا من حارس مرمى. اليوم داز تحديات صعيبه بزاف، واخا تقاتلنا وبزاف الحوايج، وكنشكر بزاف الاستاذه مريم تقاتلت معنا، وكنشكر جميع الاساتذه منهم الاستاذ حمادي اللي عاونا بزاف، الاستاذ الوافي، الاستاذ عبد الله، والاستاذه الهام، والاستاذه ناديه، وكنشكرهم بزاف والشكر. كنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله فين ما مشاو، وشكرا بزاف.